أنا أم البنت عندها 28 سنة، دكتورة ومتعلمة ومحترمة ومتدينة وجميلة وهادية، وربنا يعلم قد ايه تعبت معاها لحد ما وصلت اللي هي فيه. بس مشكلتي ان هي دي الخطوبة الخامسة ليها، وكل مرة الموضوع بيتفشكل، بس بسبب حاجة واحدة. يطلع مرة بخيل، لسانه طويل، وحش، عاوز ياخد مرتبها، أمه مسيطرة عليه، مشاكل من دي. وكل مرة بنقول خيرة في غيرها، ودلوقتي هي مخطوبة لواحد دكتور زيها، عنده 28 سنة، وبصراحة ابن ناس ومريح ماديا، وأبوه هو اللي بيجهزه وموفر له عيادة، وليه أخ تاني في مدارس دولية، ويعني هو متربي كويس ومركزه حلو ومقدم لينا كل حاجة احنا بنطلبها، شبكة ومهر وشقة وكل حاجة بنقولها، وبيقول حاضر وما بيتأخرش علينا في أي حاجة. وبنتي بتحبه، بتقول اللي هو مش بخيل خالص، بالعكس بيشتري لها حاجات كتير لبشرتها وشعرها غالية، ولبس برفانات، وبيخرجها وبيفسحها. بس الولد مهايبر شوية، يعني بيحب الخروجات الشوبينج الكلام ده. المشكلة الوحيدة ان هو طلب منها تسيب شغلها، وبيقول هو ده الطلب الوحيد اللي انا عاوزه، وانه مش قابل نهائي اللي هي تصرف جنيه على البيت، وان هو هيشيل كل حاجة، ومش عاوزها تتعب نفسها، وعاوزها تكون معاه في كل حاجة. وانا بصراحة وقفت له، يعني رفضت وقلت له بعد السنين دي كلها بنتي تقعد في البيت؟ طب ازاي؟ ده طب مش اي كلية، وده عمرها راح في المذاكرة والامتحانات والشغل والتدريبات وكل ده، ومش عايزة في الاخر اللي هي تبقى قاعدة في البيت. وابوها متردد وانا كمان، ومش معترضة اعتراض كامل، بس هي خايفة. البنت مش معترضة يعني اللي هي تسيب الشغل، بس قلقانة. والناس بقت تتكلم على كل خطوبة بتتفشكل، وبقوا يقولوا اللي يدخل البيت ما يرجعش تاني، والكلام ده بقى عامل لي قلق وخوف. وبعد كده بتقول بتعدي السنين وممكن ما يجيش حد كويس زيه تاني، وفي نفس الوقت مستخسرة تعب بنتي بعد السنين الطويلة دي، وفي الآخر يجي حد يقول لها اقعدي في البيت، وبنتي نفسيتها متلخبطة، مش قادرة تقرر تسيبه ولا لا، واحنا المفروض نرد بعد اسبوعين. وانا مش عارفة اعمل ايه، وخايفة اللي هي تاخد قرار يبوظ حياتها، وخايفة فرصة الخطوبة دي كشخص كويس اللي هي تضيع منها. بصي، بدل هو شخص كويس وبيصرف عليها وجايب لها كل حاجة، هي ممكن تتكلم معاه ماشي، انا هسيب الشغل او ممكن ناخد اجازة فترة طويلة، بس لو لقيت ان انا مش مرتاحة او عاوزة ارجع، انا زمان احترمت قرارك اللي انت عاوزني اسيب الشغل، وانا سبته خلاص علشانك وما زعلكش، وحاولت اراضيك زي ما انت بتراضيني، تمام. بس لو حصل اي حاجة او حسيت ان انا مش مرتاحة، فياريت اللي انا ارجع. حتى مثلا لو مش هنقولك مثلا ان انت ترجعي، مثلا انت بتاخدي مثلا 9 ساعات في اليوم، لا، يبقى ممكن وقت اقل، على اساس ان انتم تبقوا انتوا الاتنين تروحوا سوا، تبقوا موجودين في نفس البيت. مش هو يبقى في شغله وبعد كده يروح انت تروحي شغلك، على اساس ان انتم تبقوا انتوا الاتنين مواعيدكم ثابته. حاولي تتكلمي معاه وكل واحد يقول وجهة نظره، علشان تبقوا عايشين مرتاحين. انت تقولي له انا هجرب ونشوف، لو لقيت ان انا حاسه ان انا مش مرتاحه او في تاثير او في اي حاجه هرجع. وغير كده علشان انت ولا تزعل ولا انا ازعل، يعني تتكلموا بتراضي بحب وباحترام، على اساس اللي محدش فيكم يزعل من التاني. بالتالي ده هو اسلام قرار، بدل هو يعني عامل لك كل حاجه، وهتبقى مبسوطه ومرتاحه عادي، مش مشكله. بالعكس انت لما تبقي في الشغل وفي البيت وده، انت اكتر واحده تتعبي، انت اللي هتتبهدلي لما تخرجي من الشغل وبعد كده تيجي تطبخي او ترتبي او تعملي. وغير كده لما يبقى في طفل، انت اكتر واحده هتتبهدلي. فانت حاولي تتكلمي معاها اللي انت بالنسبه له هو امن لك مستقبلك، وتبقى قاعده مرتاحه ومرضيه، وفي نفس الوقت اللي هو ما يزعلش. يعني احسن، بس هي العيشه محتاجه الطرفين يبقوا انتوا الاتنين قراركم واحد، وتبقوا انتوا الاتنين مبسوطين.